لا بد أن يقع صلح عام بيننا وبين اليهود وبين النصارى، يعني راح نجتمع حنا واليهود والنصارى لمقاتلة عدو مشترك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصطلحون أنتم والروم. قال اليهود، قال نعم اليهود والنصارى، صلحا عاما، ثم تقاتلون. سبب الصلح ايش؟ في عدو مشترك عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فتقاتلون عدوا لكم وعدوا لكم، يا لهم ولكم، يعني هو عدو، هذا العدو الخاص عدو لليهود والنصارى وعدو أيضا لمن؟ لنا نحن المسلمين. لذلك تجتمع هذه الأمم الثلاث لمقاتلة ذاك العدو. من هو العدو؟ حط جوابك في بطنك كيف، لا تقول لي إياه. قديما علماءنا قبل كلهم كانوا ينصون على أن العدو المشترك ما هو إلا الرافضة، ما في